خليني اقول لك على حاجه، لغات البرمجه الموجوده في العالم دي كتيره جدا والحلو في الموضوع ان اغلبها شبه بعض، تحسهم كوبي بيست كده. بس في شويه لغات برمجه كده قرروا ان هم يبقوا جيز، عشان ده توب 5 لاغلب 5 لغات برمجه. هو ايش اللخبطه اللي بعملها دي بجد؟ طبعا توب 5 فكره جديده، يعني مش واخدها من حد كده ولا كده. فالمركز الخامس اللي معانا لغه معلش ثواني بس، خليني اعدي على الاسم. ثواني بس، ثواني لحظه. المهم لغه البرين حرفين دي لغه غبيه بشكل، يعني انت مش مستوعب ازاي. بطل مبالغه يا باشمهندس، اكيد يعني مش صعبه للدرجه دي. بقول لك انا مش هتكلم، انا هوريك بس ازاي تتكتب وانت تحكم. يعني مثلا دلوقتي عايزين نطبع رساله، فالطبيعي اللي احنا بنعمله في اي لغه محترمه بنعمل كونسول لوج ونكتب الرساله احنا عايزينها. على سبيل المثال بوتيتو از بسطوطه، ده بالنسبه للغات المحترمه، فلو عملنا رن هيشتغل عادي من غير اي مشاكل زي الفل. بس بقى في لغه برين دوك اللغه المحترمه دي، عشان نكتب بوتيتو از بسطوطه، بص هنكتب ايه حرفيا من غير هزار. كل ده بس عشان تكتب بوتيتو از بسطوطه، حرفيا تستخدم رموز. انت متخيل؟ اهو بص نعمل رن كده. ايه ده؟ الكود اصلا مش شغال. لا لحظه 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 لحظه، اظن كانت كان في زائد هنا اظن، وهنا مش اظن، هنا برضه كان في زائد. خلينا نجرب نعمل كده رن تاني نشوف ان شاء الله يشتغل. يلا بسم الله بسم الله. اهو بوتيتوس بسطوطه الحمد لله. ثواني الإز اصلا مش مهم، مش هقدر اعدل على الكود ده بجد. لغه مستفزه بشكل. نديلها مثلا كتقييم ممكن مثلا 4/10. مستفزه قوي، بس في استفز. ايه استفز دي؟ قصدي اللي هو في حاجات اكتر افزيه، انت فاهم قصدي. والمركز الرابع معانا هو لغه البقر. ايه الغباء ده؟ انت متخيل في لغه برمجه كامله عباره عن بقر؟ بس احنا هنعمله دلوقتي ده. بص احنا دلوقتي كنا عايزين نطبع مثلا بوتيتو از بسطوطه، فاللي كنا عملناه في الجافا سكريبت او اللغات المحترمه، يعني ان احنا كتبنا كونسول لوجو وكتبنا الرساله في النص بالشكل ده عادي، بالشكل بسيط جدا. بس عشان نعمل حاجه زي كده الرساله الصغننه دي، حرفيا من غير مبالغه بتقعد تستخدم لغه البقر. وات؟ لا حرفيا مش ببالغ. عارف لغه البقر اللي هي مو مو مو، حرفيا بنستخدمها يعني عشان مثلا نكتب حرفيا كلمه هاي بس مش اكتر. يا ترى نكتب ايه؟ بص انا عايزك ما تتخضش، بس من غير مبالغه هنكتب كده. كل ده بس علشان نكتب هاي. وبص بقى اللغه ازاي، مو 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 مو. يا لهوي بجد بجد يا لهوي، انا بجد اتكسف من نفسي انا اشرح حاجه زي كده. كل ده عشان نكتب هاي. يا جماعه انتوا متخيلين الفرق؟ انتوا متخيلين الفرق بين كونسول لوج ومو مو مش عارف ايه؟ لغه زي دي يعني اديلها ممكن 7/10. وفوق كل ده هتتعلم لغه زي دي ازاي اصلا؟ هتروح جنب البره وتعلمها لك؟ المركز الثالث معانا هو جافا سكريبت. لا هو حرفيا تستحق المركز ده. انت لو مش فاهم انا بتكلم عن ايه، انت حرفيا ما شفتش المعاناه في الفيديو اللي فات. لغه فيها كميه منطقيه بشكل يعني اللهم لا حسد. فتلاقي الفيديو فوق على اليمين او فوق على الشمال او وراك او في الدولاب عندك. المركز الرابع ايه؟ الثاني قصدي هو مالبولج ايه ايه مالبوج. المهم ما اعرفش حاجه عن اللغه دي، فخلينا نبحث عنها. ما اعرفش انا ازاي حطيتها اصلا. 5 minutes later. بعد بحث طويل، عارفين اللغة دي معقدة بشكل. ده ايه التعقيد ده؟ الكود نفسه معتمد على التشفير، فالكود كل شوية بيتغير ملوش شكل ثابت. وات؟ لا تلات وطات دي بجد. يعني انت متخيل عشان نكتب مثلا كلمة هاي هنكتب الكود ده؟ انت متخيل كمية الرموز عشان نكتب كلمة هاي، عشان نكتب كلمة هاي. او ممكن انك تكتب كده، دي حاجة تانية ودي حاجة تانية اصلا. بص بس في الاخر دي نفس الكلمة. يعني بص لو عملنا مثلا رن برضك هاي. لا بجد اللغة تستحق الحرق. فأديلها كتقييم ممكن 8/10. ايه اللي انا بكتبه ده؟ اصبر. 8/10. ولا اقولك انا هديها 9/10 عشان اسم اللغة بقى صعب، انا مشخصنها معاها. المركز الاول اخيرا. اقول لكم على حاجة، كل اللي فات ده ولا يعتبر اي حاجة حرفيا اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ايه يا باشمهندس للدرجة دي صعبة بس ده في عالم موازي. عشان المركز الاول معانا هو وايت سبيس او المساحه البيضاء. وات اللي دخل البيضة في الموضوع؟ طيب دي كده طيب كتابه الوايت سبيس او المساحه البيضاء. يا باشمهندس فين الكود؟ هو انت كاتب كود؟ ايوه انا كاتب كود. يا باشمهندس انت مش شايف كويس صح؟ يا عم ركز شويه، الكود مكتوب قدامك. الكود حرفيا عباره عن مسافات. يعني الكود هو ده، المسافات اللي بنعملها عباره عن الكود.
انت مستوعب بدأنا بإيه في بداية الفيديو ووصلنا لإيه؟ فكل المسافات المعمولة دي عبارة عن حروف، في الآخر تدينا معنى مثلا كلمة عبارة عن هلو يا مان. لا 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 لا، بجد اللغة دي تستحق التاج بتاع أغبى لغة في العالم. يعني بجد أنا مش عارف إيه ممكن يكون في لغة أغبى من كده، وكمان تاخد كمستوى صعوبة ممكن رقم غبي. ما دام هي لغة غبية فيلا رقم غبي 67/10. بس بعيد عن الغباء ده أقول لك على حاجة أجمد. إيه ده؟ ده الوقت خلص، لازم اروح اكمل شغل على الكورس عشان على الاقل ترحموني. فعلى السريع كده قبل ما امشي، ايه معنى الكود ده؟